السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير. اليوم بجيب لكم قصة ليش بعت سيارتي برخص. طبعا تابعوا للنهاية، أي واحد عنده سيارة أو يستخدم سيارات يتابع القصة لأنها بتنفعه. ما أطول عليكم، كان معي سيارة السنة اللي فاتت جيب، وما شاء الله تبارك الله ما أغير فيها إلا زيت وكفرات فقط، ما شاء الله تبارك الله. المهم في أحد زملائي في العمل قال لي أبغى أشتري السيارة. قلت له والله ما أبيع السيارة، ما فيها شيء يعني تخدمني، وسيارة ما شاء الله نظيفة، فما أبغى أبيعها. المهم بعد يمكن شهر شهرين كذا سمعت صوت في السيارة. رحت ورشة، قالوا عندك كرسي الماكينة خربان، والحل قالوا روح اشتري كرسي ماكينة ونغير لك كرسي الماكينة. قلت طيب. رحت اشتريت كرسي ماكينة للسيارة ورجعت وغيروا كرسي الماكينة في الورشة، ما شاء الله تبارك الله ضبطت السيارة، بس العزم ما فيه. أمشي بالسيارة ما تمشي أكثر من 60-80، يعني أجي طلوع غصبا تطلع السيارة. يا ولد إيش المشكلة؟ استغرب. طبعا هذا حدث كله بعد ما غيرت كرسي الماكينة. الصوت راح لكن العزم ما فيش عزم في السيارة. طبعا بدأت أسأل إيش الحل؟ قالوا أكيد عندك مشكلة في الجير بوكس. طيب من هو أحسن واحد يصلح جير بوكسات؟ قالوا أحسن ورشة تصلح جير بوكسات الورشة الفلانية، طبعا جنسية غير عربية. رحت إلى هذا الشخص قلت له عندي يا أخي عزم السيارة طايح مرة والجير بوكس يعلق وفيه مشكلة. قال اسمع، عندي جهاز لفحص الجير بوكس، قيمة الفحص 100 ريال. طيب الجهاز هذا وش يسوي؟ الجهاز هذا قال يفحص لك الجير بوكس ويعرف لك إيش الخلل بالضبط في الجير بوكس. طيب 80 حاول، قال لا أقل شيء 100 ريال. طيب توكل على الله أفحص الجير بوكس. الرجال فحص الجير بوكس في السيارة يمكن 5 دقائق، طلع لي تقرير كله إكس 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 إكس. قال لي اسمع، ما في شيء في الجير بوكس صالح، كل الجير بوكس خربان، كل قطع الجير بوكس خربانة، ما ينفع الجير بوكس هذا بريال. يا ولد تعوذ من الشيطان، إلى أمس أول أمس السيارة كانت، قال خلاص خرب عليك الجير بوكس وما ينفع. وهذا التقرير، شفت التقرير كله أحمر إكس. المهم توكلت على الله ورحت. اليوم الثاني يلاقيني زميلي الموظف، ها كيف الحال؟ ما تبيع السيارة؟ قلت له اسمع، السيارة خربانة وفيها الجير بوكس خربان. قال أنا بشتريها منك. يا رجال، قال والله بشتريها منك. اتفقنا، طبعا مو ذاك السعر، لكن أنا أبغى أتخلص من السيارة خلاص. تعرف السيارة إذا فيها مشكلة في الجير بوكس خلاص السيارة تخوف. قلت له الجير بوكس خربان، قال لي شارب بعيوبها. اتفقنا على السعر، توكل على الله وشراء السيارة. المهم الرجال بدأ يتصل على التشاليح، على الشركة، بكم سعر الجير بوكس، بكم سيارة، كيت كيت كذا. فلاقى ذاك اليوم أحد أصدقائه وكان عنده خبرة في الكهرباء، فقال له يا أخي خليني أشوف الجير بوكس. قال طيب. نزل الرجل هذا يطالع في الجير بوكس أسفل السيارة، فوجد سلك من أسلاك الجير بوكس مفصولة، فقام شبك السلك فاشتغل الجير بوكس. السلك كان يوصل بين الجير بوكس والبطارية، اشتغل الجير بوكس. ساق السيارة، مشى بالسيارة، ألا وإن الجير بوكس 100/100، ما شاء الله تبارك الله. إيش القصة؟ تذكرون لما قلت لكم غيرت كرسي الماكينة؟ اللي غير كرسي الماكينة ما أعاد أسلاك كاملة حق الجير بوكس والماكينة كامل. الرجل جاني اللي اشترى السيارة اليوم الثاني قال لي أبشرك الجير بوكس اشتغل وما في أي مشكلة، وجدت سلك مفصول، وأبغاك تحللني وأنا بزودك دراهم لأنك أنت نقصت لي شيء. قلت له الله يبارك لك ويرزقك، هذا رزقك يا أخي، الله يبارك لك ويرزقك. الشاهد في الموضوع، إذا رحت ورشة وقال لك شيء ما يصلح، جرب روح الورشة غيرها، ورشة ثانية مثل الدكتور.
تشخيص الدكتور الأول ليس كما تشخيص الدكتور الثاني. فإذا اجتمع يعني ورشة ثانية نفس المشكلة فهنا تعرف المشكلة. أما تحدد من ورشة واحدة فقط وتقوم تبيع السيارة فهذا شيء خطأ. تحياتي لكم، أتمنى تكونوا استفدتم من القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.